النهارده هاجاوب على السؤال اللي مخوف ناس كتير. يا ترى لو في حد في عيلتي عنده ألزهايمر يبقى أكيد هيجيلي المرض ده؟ لو يهمك الإجابة على السؤال كمل معايا لنهاية الفيديو. أنا دكتورة ساندي العسال وهنا ABC تغذية. هل كل جين بنورثه يجيلنا المرض بتاعه؟ الإجابة هتتوقف عليك أنت. الجين ممكن فعلا نورثه لكن مش ضروري يجيلنا المرض إلا لو وفرنا للجين الظروف اللي بتطلعه. الموضوع عامل زي مفتاح النور، هو كده كده متوصل بالكهرباء لكن النور مش بإيد إلا إذا دوست على زرار النور. فأنت لسه الموضوع في إيدك وتقدر تتحكم فيه بشكل كبير. طيب إزاي أقدر أحمي نفسي من مرض الألزهايمر؟ هقولك على شوية خطوات ونسيب أهم نقطة للآخر. أول حاجة، تبعد تماما عن التدخين وتحافظ على ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول في معدلهم الطبيعي. وخلي بالك إن أكتر حاجة بتزود خطر الإصابة بالألزهايمر هي ضغط الدم المرتفع. تاني حاجة، هناكل خضروات وفاكهة على الأقل 5 حصص يوميا وخصوصا عائلة البيريز زي التوت والفراولة. تالت حاجة، شرب المية بكمية كافية يوميا لأن الجفاف له دور كبير في الإصابة بالألزهايمر، خصوصا إن إحساسنا بالعطش بيقل مع تقدم العمر. طالما بنتكلم على الألزهايمر يبقى أكيد هنجيب سيرة الأوميجا 3 وفيتامين دي. يبقى نتعرض للشمس كل يوم وناكل أسماك ومكسرات وبذور لأن فيتامين دي والأوميجا 3 بيساعدوا في التخلص من بروتين الأميلويد اللي بيؤدي للإصابة بمرض الألزهايمر. وما تنساش كوباية القهوة كل يوم، ولو مش بتحبها اشرب قرفة أو مشروب الكركم بالحليب. أما الزيوت فعليك بزيت الزيتون كل يوم أو زيت جوز الهند. تالت حاجة، حاول تحافظ على كفاءة المخ بإنك تنام 7 ساعات على الأقل يوميا في وقت الليل. رابع حاجة، الرياضة ثم الرياضة، حتى لو مجرد تمشية في الهواء لأن الرياضة بتحسن من القدرة الإدراكية للمخ وتفضل مركز وفاكر كل اللي حواليك. نيجي لأهم نقطة، هي إن الألزهايمر مرض بيأثر على المخ بشكل أساسي، ومخك زي أي عضلة لو مرنتها هتقوى ولو أهملتها هتضمر، فلازم تمرن مخك. هنمرن مخنا بإننا نعمل حاجة جديدة، مثلا هنجرب طبخة جديدة أو نتعلم لغة جديدة أو نحفظ قرآن. ومن أهم تمارين المخ هي الألعاب، في ألعاب مخصوصة لتمرين العقل ننزلها ونلعبها باستمرار زي لعبة السودوكو أو الموزيتي، وهسيب لكم أسماء ألعاب كتير في أول كومنت. لو شايف إن الفيديو ده مفيد شاركه مع حبايبك. مع ABC تغذية، تعلم تغذية تكسب صحة.